السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين الكرام، سعيد بلقياكم مرة أخرى في حلقة جديدة ضمن محتوانا المتعلق بالوحدة الترابية. خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة يأتي بعناوين عريضة، يأتي لإعطاء المحيط الأطلسي أهميته من قبيل فتح أبواب الاستثمارات، وكذلك حول التنقيب عن الثروات الباطنية، وكذا الصيد البحري وتحلية المياه في أفق استعمالها فلاحيا حتى تحظى تلك المنطقة بالأهمية القصوى وبفرص الاستثمار السياحي أكثر فأكثر. هذا يعني على أن خطاب صاحب الجلالة تكرر فيه مصطلح الأطلسي أكثر من مرة، دلالة على الانفتاح المغرب عن غرب إفريقيا وعن الدول الإفريقية المشكلة والمنفتحة على المحيط الأطلسي، دلالة قاطعة على أن المغرب يؤكد سياسة رابح رابح وسياسة الانفتاح على إفريقيا الغربية عبر تبادل الخبرات الاقتصادية، وكذلك عبر استثمارات مالية من خلال الأبناك المغربية المتواجدة بهذه البقعة الجغرافية التي تعتبر خزان العالم من الثروات الباطنية والطبيعية. رجوعا إخواني أخواتي لنقطة مهمة ونقطة فيصلية في النقاش، والمتعلق بالثروات الباطنية التي تزخر بها المناطق الجنوبية للمملكة. جدير بالذكر على أن مؤسسة بريطانية كانت مكلفة بالتنقيب عن ثروات باطنية بسواحل المملكة الجنوبية، وتم اكتشاف جبل تروبيك اللي قالوا داروا واحد البروباغندا على مستوى قنوات التواصل الاجتماعي. شنو هو هذا تروبيك؟ ولاش كينقسم ولاش كيصلح؟ هذا الجبل الذي تم اكتشافه في السواحل الدولية المغربية في محاذاة جزر الكناري الإسبانية يعتبر بمثابة خزان العالم، والذي سيغير الخريطة الاقتصادية المغربية لا محالة. رجوعا إلى أحد الحلقات المنصرمة المتعلقة بقناتي على اليوتيوب، تم التطرق فيها في هذا الإشكال علاقة بالإشكال الذي كان بين الدبلوماسية المغربية والألمانية في بداية أو مطلع السنة المنصرمة، حيث يعتبر جبل تروبيك لما يزخر به من معدي الكوبالت والتريريوم اللي كيعتبروا النواة الأساسية في صناعة السيارات الحديثة والبطاريات الجديدة ووسائل التكنولوجيا المتعلقة بسلاح أو بأصنعة الأسلحة الطيران منها والمتطورة. إذن جبل تروبيك سيعطي للمغرب شحنة قوية حتى يصبح من الجملة الاقتصادية ومن 20 دولة المؤثرة في الاقتصاد العالمي. جلالة الملك كان صائبا حينما ردد في خطابه للعرش أو في خطابه عفوا للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة انفتاح المغرب واستعداده الدائم عن التعبير عن الشراكة الحقيقية، الشراكة المبدئية، الشراكة التي تبلور على أرض الواقع، أخذا بعين الاعتبار المسار الذي يعرفه ملف الغاز الطبيعي أو أنبوب الغاز الطبيعي، الخطوات المتقدمة اللي عرفها هذا الملف هذا، وكذلك الدور اللي كتلعبوا الأبناك المغربية في تمويلها للمشاريع الإفريقية على مستوى جملة من البلدان في الغرب والساحل الإفريقي. بمعنى إخواني أخواتي على أن المغرب قد أغلق الأبواب على المستثمرين الأوروبيين وحل محلهم برؤية متبصرة لصاحب الجلالة وأهداف راقية مفادها تنمية الأقاليم الجنوبية والانفتاح على إفريقيا، باعتبار مدينة الداخلة هي بوابة إفريقيا، وهي منطلق لبلورة الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع موريتانيا، مع السنغال، مع مالي، مع بوركينا فاسو، مع غينيا، مع العديد من الدول التي أضحت تشكل دعامة أساسية في وحدتنا الترابية، وتؤكد من خلالها تماشيها مع الطرح الداعي للحكم الذاتي، مشروع ذو المصداقية وذو الواقعية، والذي يتماشى وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من نمو ورخاء وأمن وسلام، حتى وإن كانت هناك ضربات متتالية على مدينة السمارة المدينة الروحية للصحراء المغربية
لا تؤثر ولن تكون حجر عثرة أمام ترسيخ وتثبيت الذات من داخل تلك الأقاليم، وكذلك بلورة الفكر التشاركي عبر خروج منظمات وهيئات مجتمع مدني تنديدا منهم عبر هذه الضربات. المسيرة اللي كانت في العيون، المسيرة اللي كانت في الداخلة، الوقفة أو المهرجان اللي كان في المحبس، المسيرة اللي كانت في الداخلة، وكذلك العديد من الوقفات لمختلف القبائل والهيئات التي نددت بهكذا تجاوزات وبهكذا أعمال إرهابية التي تؤكد من خلالها البوليساريو على أنها جمهورية وهمية، على أنها مرتزقة إرهابية، على أنها تسعى إلى الضرب في سمعة واستقرار وأمن وسلامة المواطنين المغاربة من داخل مدينة السمارة. نقط متشابكة في موضوع هذا، إلا أنها تجمعها رؤى واحدة من خلال خطاب صاحب الجلالة، هو التأكيد على مغربية الصحراء عبر خلق أو عبر فتح بوابة الاستثمار وعبر فتح شراكات كبرى. كذلك عدم التطرق لموضوع السمارة من طرف الخطاب يعطي إحالة على أن الأمور بجيش المغرب وبلوجستيكي وبدبلوماسيته التي أشار